تعرفوا أحبائي المثل اللي بيقول إذا دقت علقت عدوا معي لقولكم. سهلة وبسيطة وما بتاخد معاكم وقت في التحضير، والأحلى من هيك وهيك حتاكلوا أجنحة دجاج، إشي من اللي بيشتهي قلبكم. كنسلوا لي على كل الوصفات اللي بتعرفوها وتفضلوا الجديد. نكهات أول مرة تشوفوها، شوفوا لي قديش دايبين دوبان، لا وما بياخدوا وقت بالسوا كمان. يلا ننزل على التعليقات كالعادة، نصلي على الرسول أكسب أجر أنا وإنتو. أحبائي لو حابين تحتفظوا بالوصفة خدوها حالا مشاركة على صفحاتكم، أي وقت حابين تراجعوا معلوماتكم أو تشوفوا المقادير مرة تانية بيكون هالفيديو مرجع لإلكم. كمان بتمنى من حبايب قلبي اللي دايما بيدعموني باللايك، اوعوا تنسوا تضغطوا لايك لهذا الفيديو لحتى كمان دايما جديد الصفحة يوصلكم أول بأول. ونقول بسم الله ونبدأ. كيف ما عم بتشوفوا معي عندي هون كمية تقديرية من أجنحة الدجاج، ولكن أنا مستخدمة 1.5 كيلو. ما نظفت الدجاج كتير منيح وتركته يتصفى معي تماما. هون أنا بس بقص الضوافر، بتخلص منها تماما، ما برغبها أبدا. بعد هيك بقطع الجزء من النص من المفصل. هلا لو كان في عندك قطع من الجلد كمان تخلص منها، مو لطيفة أبدا. خلصت كليات الكمية بهذا الشكل، رح أشيلهم على جنب وأبدأ أعمل بأطيب تتبيلة. بس شو بتشهي القلب، بكفي ريحتها. عندي هون 3 معالق كبار من اللبن الزبادي، هو نفسه الرايب أو اليوغرت. عندي 2 معلقة كبار من صلصة البندورة، وفيكم تحطوا كاتشب بيمشي الحال، يعني معلقة كاتشب ومعلقة صلصة. رح أضيف معلقة كبيرة من الماسترد، هو نفسه المسترد أو الخردل، وبضيف عصير ليمون، وبضيف 2 معلقة كبار من الخل الأبيض، كتير بيساعد على إنه الدجاج يستوي معانا بشكل أفضل. ضفت 4-5 معالق كبار من الزيت النباتي، وممكن تستبدلوه بزيت زيتون أطيب وأطيب. عندي هون معلقة صغيرة مليانة من الملح، نص معلقة صغيرة مليانة من الفلفل الأسود، نص معلقة صغيرة من البابريكا الحلوة أو الحارة كيف ما بتفضلوا. عندي نص معلقة صغيرة مليانة من بودرة البصل وبودرة الثوم أيضا. بدمج كل هاي المكونات مع بعض، وبعد هيك على طول رح أنقع عن أجنحة الدجاج ما يقارب 2 ساعة، وممكن تتركوهم من قبل بيوم أطيب وأطيب. تمام، غلفتهم كتير منيح بهذا الشكل اللي واضح قدامكم. وهون معلومة حابة بس إني أضيفها، لو حبيتوا تعملوا نفس التتبيلة بأفخاذ الدجاج بس بتجيبوهم مسحبين من العظم وبتعملوا نفس الخطوات، بيطلعوا معاكم عن جد بشهوا القلب. بس أنا بفضل تبعدوا عن الصدور لأنه بيطلعوا كثير ناشفين. رح أعتز بوصفة اليوم لبطاطا، كمية تقديرية أيضا من البطاطا، أنتوا على هوا عائلتكم الله يبارك، ولكن أنا بقطعهم لمكعبات ليسهل علي بالسوا وما يطلعوا معي مو مستويين، لأنه كيف ما بتعرفوا أجنحة الدجاج مش كتير بتاخد معنا وقت بالسوا، فبقطعهم لمكعبات بهذا الشكل. أنا استخدمت 3 حبات من البطاطا مش أكتر من هيك. بصينية الفرن رح أمسحها مسحة بسيطة من الزيت، يعني أنا ضفت 2 معلقتين مش أكتر من هيك. كيف ما قلت لكم في بداية الفيديو ممكن تستبدلوه بزيت زيتون برضه بيمشي الحال. حبدأ إني أصفط بأجنحة الدجاج بهذا الشكل اللي واضح قدامكم، ما تحطوهم كلهم فوق بعض حتى ياخدوا كلهم نفس مدة السواء. هلا التتبيلة اللي زادت معي بوزعها كلياتها على الأجنحة، تمام، وبفركهم كتير منيح. لو لاحظتوا احنا ما ضفنا ولا نقطة مي. التتبيلة اللي عملناها مع البخار اللي رح يطلع من الدجاج كافي انه يستوي لنا الدجاج. وكيف ما بتعرفوا اجنحة الدجاج مش كتير فيها لحم. هون انا ضفت بالوسط كمية البطاطا، فبرش بس على البطاطا شوي من الزيت النباتي او زيت الزيتون، وبحط له ملح وفلفل اسود ورشة بسيطة من البابريكا. لو حبيتوا تعملوهم على جنب تغلفوهم كلهم بيمشي الحال. وكتير بنصح انكم تحطوا زيت زيتون او زيت نباتي على البطاطا لحتى ما تبان معاكم مثل المسلوقة، تتحمص معاكم بشكل أفضل. رح تاخد البطاطا نكهة من الدجاج إشي عن جد بشهي القلب. هون عندي ورقة زبدة، ومش هستخدم ورق فويل أبدا، ورقة الزبدة كافي إنها تستوي الدجاج. قبلها بالمي، تمام، وبعصرها كتير منيح. بعد هيك بغطي فيها كل الصينية، وبدخل صينيتي على الفرن على درجة حرارة 200، تمام، على الرف الثاني من تحت، وبتركها لمدة نص ساعة. بعد هيك بشيل ورقة الزبدة وبشغل الفرن من فوق ومن تحت، وبتركها كمان لحد ما تتحمر عندي تماما. شوفوا ما شاء الله عن جد هالصينية من اللي بيشتهيها قلبكم. صدقوني صدقوني لو جربتوها مرة عمركم ما رح تبطلوا انكم تعملوها. اول ما بتطلع من الفرن وهي سخنة بتغلي بتحطوا عصير ليمون عليها، ولو حبيتوا تدمجوا مع عصير الليمون هيك معلقة صغيرة من دبس الفليفلة بتشهي، بتدمجيهم هيك مع بعض وبتحطيهم على الوجه ودوقوا وادعوا لي. شوفوا قديش مهتريين، يا ويلي شو بيشهوا القلب. شوفوا قديش البطاطا دابت ذوبان، وبنفس الوقت اخذت من تتبيلة الدجاج ونكهة بتشهي القلب. هالأكلة لو حبيتوا تعملوا جنبها جاط مقلي بطاطا، وحبيتوا تعملوا معها سلطة جرجير،
يا عيني يا عيني. صبايا وستات متابعين الحلوين، لو حبيتوا الوصفة أبدا ما تنسوا إنكم شفتوها بمطبخ ملك عبد العال. دمتم بخير وباي باي.